فيلمنا النهاردة بيبدأ بأرنوبة صغيرة اسمها جودي، وهي بتمثل مسرحية مع زمايلها، وبيكون بيتفرج عليها والدها ووالدتها، وبيخرجوا من المسرحية وبيحاولوا يقنعوها إنها صعب تكون شرطية زي ما بتحلم، وإن حلمها ده مش سهل لأن مفيش أرنوبة شرطية في المدينة. فبتقول لهم جودي عادي إنها تبقى أول شرطية وتقدر تغير العالم للأحسن. فبيقول لها إنها تشتغل في الزراعة وبيع الجزر وتبقى زيهم، لكن جودي ما بتركزش مع كلامهم وبتسمع ثعلب شرير بيتخانق مع حيوانات صغيرة وبياخد منهم التذاكر بتاعتهم. فبتتدخل جودي علشان تساعدهم، فبيتريق عليها الثعلب وبيقول لها انها صدقت الزي اللي هي لابساه ومش واخده بالها ان مفيش شرطيه ارنبه اصلا، وانه حيوان مفترس ويقدر يضربها. فبتقول له جودي انها مش خايفه منه، فبيعورها الثعلب في وشها وبيوقعها على الارض، وبيطلب منها تفتكر كويس لما تحاول تعترض الطريق المره الثانيه. وبيجروا عليها الخرفان الصغيره وبيطمنوا عليها، فبتقول لهم جودي انها كويسه وبتديهم التذاكر بتاعتها، وبيفرح الخرفان وبيشكروها. وبتحقق جودي حلمها وبتدخل كلية الشرطة زي ما كانت عايزة، وبتتخرج منها بامتياز وبتبقى سعيدة بإنجازها. لكن أهلها بيخافوا عليها لأنها رايحة تخدم في مدينة كبيرة وبعيدة اسمها زوتوبيا. بيقول لها والدها إن المدينة دي فيها ثعالب ودببة وحيوانات مفترسة كتير، وبيفكروها بالثعلب اللي كان بيضايقها وبيعورها زمان وهي صغيرة. فبتقول لهم إن كانت شخصيته سيئة جدا بعيدا عن إنه ثعلب، وإن في أرانب سيئة زيه. الموضوع مرتبط بالشخصية مش النوع. وبتحاول تطمنهم وتأكد لهم إنها تقدر على الحياة في المدينة. وبعدها والدها بيطلع أدوات دفاع عن النفس عشان يديها لجودي، اللي بتقوله إنها مش محتاجة لكل ده. وبيوصل القطر اللي طالع على المدينة، وبتجري جودي وبتودع أهلها وتحضنهم قبل ما تركب. وأول ما بتوصل للمدينة بتروح للأوضة اللي مأجراها في بيت قديم وضيق، وبتستقبلها صاحبة البيت اللي بتفرجها على المكان، وبتشوف الجيران اللي بتعاملهم بلطف فبيردوا عليها ببرود. لكن جودي بتفضل متفائلة ومبسوطة بالتجربة، وبتلبس وبتخرج علشان تروح شغلها. وبتدخل جودي مبنى الشرطة، بتلاقي في وشها موظف الاستقبال اللي بيقابلها بسعادة وانبهار إنها أول أرنبة تتعين عندهم. وبتسأل جودي عن مكتبها فبيدلها عليه وبيكمل أكل الكحك اللي بيحبه. وبتروح جودي للأوضة اللي بيستلم فيها الضباط المهام بتاعتهم، وبيدخل رئيسهم يوزع المهام، وبيرفض يدي جودي قضية من قضايا الاختفاء اللي حصلت لحيوانات كتير، وبيوزع القضايا كلهم على زملائها وبيديها هي مخالفات المرور. وبتقدم جودي نفسها للرئيس بعد انصراف كل الموجودين، وبتقول له إنها كانت الأولى على الدفعة وعايزة تمسك قضية حقيقية. فبيقول لها إن مخالفات المرور دي مهمة ومهمة كبيرة جدا ولازم تثبتي نفسك فيها. فبتخرج جودي تثبت نفسها وبتشتغل بحماس في تقديم مخالفات المرور لأي عربية مخالفة، لحد ما بتشوف في مرة ثعلب بيمشي بالراحة وبيدخل محل بيع في الشارع، وبتشك فيه جودي وبتجري وراه تراقبه، وبتلاقيه داخل محل آيس كريم. بتدخل وراه وبتشوف الفيل اللي كان بيبيع الآيس كريم ورافض يبيع للثعلب، فبتهدده جودي إنها تعمل له مخالفة لو ما باعش للثعلب. بيضطر الفيل يسمع كلامها وهو متضايق، لكن الثعلب ما بيلاقيش فلوس في جيبه، فبتدفع له جودي ثمن الآيس كريم وبتديه لابنه الصغير اللي كان بيحب الفيلة ولابس زي تنكري شبه الفيل. وبيشكرها الثعلب علشان أسعدت ابنه، وإنه أول مرة يشوف حد في المدينة بيتعامل بطريقة لطيفة. فبتقول له جودي إنها بتكره التعامل الوحش بين الحيوانات، وبترجع جودي لشغلها. لكن بتكتشف إن الثعلب ضحك عليها وأخد الآيس كريم وسيحه وعمل بيه مصاصة وباعها، وأخد العصيان الخشب وباعها مرة تانية واحتال على الناس. فبتروح تواجهه فبيتريق عليها إن دي طبيعة المدينة، وإنها ساذجة وجاية من قرية وعندها أحلام طفولية، وبتتصدم بالمدينة وطبيعة المعيشة فيها، وإن ناس كتير زيهم جم المدينة من قرى بعيدة وفاكرين إنهم يقدروا يعملوا حاجة في المدينة. وبيأكد لها إنها مش هتكون شرطية حقيقية زي ما هي فاكرة. وبتجري جودي لبيتها متضايقة جدا وزعلانة من أول يوم شغل، وبتكلم أهلها تطمنهم عليها. ما بترضاش تقول لهم الحقيقة، بتقول لهم إن هي مبسوطة. وتاني يوم الصبح بترجع شغلها وكل الحيوانات بيتضايقوا منها عشان بتكتب لهم غرامات على عربياتهم. وفجأة بيظهر حيوان بيقولوا إنه اتسرق، وبتجري جودي ورا الحرامي وبتبلغ الشرطي زميلها عن الحرامي علشان يبعتوا قوة تساعدهم. ورغم نجاح جودي في القبض على الحرامي إلا إن رئيسها بيزعق لها وبيقول لها مش من حقها تسيب مكانها وتروح تجري ورا حرامي. وبتعترض جودي على طريقة رئيسها معاها، وبتقوله إن هي قدرت تقبض على حرامي قوي ومحدش قدر يقبض عليه قبلها. وفجأة بيدخل لهم حد بيتأسف ليهم وبيقول إن في سيدة مصرة تقابل رئيس قوات الشرطة، فبتدخل عليهم وتترجاه يدور على جوزها المختفي بقاله فترة ومش عارفة مكانه فين. وبيقول لها رئيس الشرطة إن كلهم مشغولين، لكن جودي بتقرر تمسك القضية بتاعتها وبتوري لها الست صورة جوزها وهي حزينة، وبتطلب منها تلاقي لها جوزها اللي اسمه كولدستون، وبتطلب منها ترجعه عشان يرجع لبيته وكمان يرجع لأولاده. وبتقول لها إنه كان بيشتغل بياع زهور بسيط وإنه أكيد اتخطف. وبيرفض رئيس الشرطة اللي عملته جودي، وبعد ما مشيت الست دي حاولت تقنعه فقال لها ماشي، بس بيديها 48 ساعة بس علشان تحل القضية وإلا تقدم استقالتها فورا من الشرطة. وبتوافق جودي على الكلام ده وبتروح تستلم ملف القضية
العربية اللي ما بتلاقيش فيه لا دليل ولا شهود، لكن بتلاحظ صورة آخر مكان اتشاف فيه واللي كان فيه المصاصة اللي كان بيبيعها الثعلب المحتال، وبتروح تستجوبه وبيرفض الثعلب إنه يساعدها في الأول، لكن بتهدده جودي إنها تحبسه بسبب مخالفات التهرب الضريبي لأنه بيكسب فلوس من غير ما يدفع، وبتسجل له اعترافه من غير ما يحس، وبيضطر يساعدها علشان ما يتحبس، وبياخدها لآخر مكان اتشاف فيه كولدستون، وبيروح يقابله موظفة الاستقبال اللي بتاخدهم لفيلة اللي بتكون مدربة اليوجا اللي اسمها نانجي، وبيعرفوا إنه ركب عربيته، وبتكتب جودي رقم العربية، وبتطلب جودي من الثعلب يساعدها في تتبع العربية، فبياخدها لموظف يعرف اسمه فلاش، وفضل يبحث عنهم وقال إن هو ملقاش ليهم اسم، لكن لقى عنوان المكان اللي بتنتمي للعربية دي، ولما بيوصلوا بيلاقوا جراج مقفول بالمفتاح، فبيقول الثعلب لجودي إن كده مهمتهم خلصت وكمان فشل عشان مش معاها إذن قضائي لدخول المكان، لكن جودي بتقنعه إنهم يدخلوا من خلال النط من فوق السور، وبيلاقوا العربية المطلوبة وبيفتشوها وبيلاقوا فروة دب قطبي وكاس عصير غالي وسيديهات أغاني وعلامات وخرابيش في كل حتة جوه العربية، وبيترعب الثعلب وبيقول لها إن العربية دي أكيد بتاعة أشهر مجرم واللي اسمه سيد بيج وهو ما بيحبوش وبيخاف منه، لكن فجأة بيظهر لهم دبين قطبيين اسمهم دامن وكيفن، وبيتعرف عليهم الثعلب اللي بيتخض أول ما بيشوفهم، وبياخد الدبين جودي والثعلب للسيد بيج، وبتسأله جودي إيه اللي عمله غلط خلى السيد بيج يتضايق منه، فقال لها إنه باع له سجادة وكانت سجادة حائط غالية جدا بس كانت مضروبة، وأول ما بيوصلوا للسيد بيج بيتضايق لما بيشوف الثعلب وبيعذبه لأنه وثق فيه وهو كسر الثقة دي، وبتعرف جودي نفسها للسيد بيج من غير أي خوف، وبتقوله إن هي شغالة على قضية اختفاء الحيوانات، فبيأمر السيد بيج إنهم يحطوها في غلايات، لكن قبل ما يعملوا كده بتدخل بنت السيد بيج وبيبقى ده يوم فرحها، وبتطلب من والدها يرقص معاها، وبتتعرف على جودي وبتقول إن الأرنبة اللي ساعدتها في الشارع من يومين وبتشكرها. وقتها بيقرر السيد بيج إنه يساعد جودي علشان خاطر بنته اللي كان ممكن يفقدها لولا تدخل جودي وإنقاذها ليها، وبيحكي لهم السيد بيج إنه كان عايز وردة من السيد كولدستون، ولما راح السوق يجيب رجع له كان متوحش وبهدل العربية وخوف السواق، فقررت جودي إنها تروح تحقق مع السواق اللي بيطلع حيوان مفترس وبيهجم عليها هي والثعلب، وبتطلب جودي الدعم من الشرطة، ولما بيوصل للدعم ومعاهم رئيس القسم بتقول له جودي إن دي مش مجرد عملية اختفاء لحيوان، لكن الحيوانات بتتحول لكائنات مفترسة ولازم يعرفوا السبب، فبيقول لها مديرها في الشرطة إن ده من خيالها لأنها أرنبة وبتخاف من أي حيوان ضخم، دلوقتي المدينة ما بقاش فيها حيوانات مفترسة وإنهم اتقدموا خلاص وتطوروا، ما بيصدقوش جودي، وفي الآخر حتى بعد ما أكدت له ولقيت شاهد على اللي بيحصل ده بعدها بيطلب رئيسها شارة الشرطة بتاعتها، وبكده بتكون هتقدم استقالتها عشان فشلت في حل القضية، لكن الثعلب بيتدخل وبيقوله إن لسه قدامها 10 ساعات لحل القضية وإنه ما يقدرش ياخد منها الشارة دلوقتي، وبياخد جودي بعيد، فشكرته جودي على وقفته معاها، فبيحكي لها وبيقول لها لما كان صغير كان عايز يبقى زعيم كشافة، ولما انضم ليهم ضايقوه وطردوه عشان هو ثعلب، وبيطلب منها ما تسمحش لأي حد أبدا إنه يحبطها أو يجي عليها لمجرد إنها أرنبة صغيرة، وبيقرر إنه يساعد جودي للنهاية، وبيروحوا يشوفوا كاميرات المراقبة بتاعة المكان، بيلاقوا مجموعة من الذئاب خطفت السواق اللي كانوا بيستجوبوه، وبتفهم جودي إنه أكيد نفس الذئاب دي خطفت السيد كولدستون، وبيراقبوا سير العربية لحد ما بيعرفوا المكان اللي وصلت ليه فين، وبيروحوا وبيكتشفوا إن هو مستشفى قديمة مهجورة، ولما بيدخلوا بيلاقوا حيوانات كتير محبوسة جوه، منهم 14 حيوان اللي قال عليهم رئيس القسم مفقودين، وفجأة بيهجم عليهم حيوان بشراسة من ورا الباب، وبتجري جودي والثعلب وبيستخبوا لما بيسمعوا صوت خطوات، وكانت خطوات للناس بتتكلم، وبيكتشفوا إن العمدة ومعاه الدكتور بيقولوا إن الحيوانات المفترسة بتتحول لوحوش ومش عارفين السبب، ولازم الناس تعرف إن في مشكلة مرتبطة بجينات الحيوانات دي، لكن العمدة بيرفض كلامه وبيقول إنه أسد ولو الناس عرفت الحقيقة هتخاف منه وهيخسر منصبه، وبتبلغ جودي الشرطة وبتقدر تنقذ الحيوانات كلها، وبيتم القبض على العمدة، وبيتم تقديم جودي في مؤتمر صحفي على إنها بطلة شجاعة، وبتطلب جودي من الثعلب إنه ينضم لهم في الشرطة لأنه ذكي وبارع، بس لما بتطلع جودي ترد على أسئلة الصحفيين بتقول لهم إن الحيوانات المفترسة في مشكلة في جيناتهم ممكن ترجعهم مفترسين تاني، وده السبب اللي خلى حيوانات كتير تتحول، وتصريح جودي بيخلي الصحافة والتلفزيون تربط كل الجرائم ببعضها، والحيوانات بدأت تخاف على نفسها وأولادها، وبيرفض الثعلب إنه يقدم في الشرطة أو حتى يكمل في صداقته مع جودي، وبيتم نقل موظف الاستقبال اللي كان بيحب جودي والوحيد اللي عاملها كويس لما جت المدينة، ونقلوه للسجلات علشان
علشان محدش يخاف منه بعد تصريحات جودي، لأنه كان من الحيوانات المفترسة. وبتحس جودي بالحزن لأنها السبب في كل ده، وبتقرر جودي إنها ترجع القرية بتاعتها وتشتغل مع أهلها في بيع الجزر. وبيبان عليها الإحباط والحزن. بيحاول أهلها يطلعوها من اكتئابها، وبيقول لها إن بفضل الثعلب الشرير اللي ضربها زمان اتغير وبقى أشهر طاهي معجنات في القرية، وبيشتغلوا معاه ومش بيخافوا منه زي الأول. وبيوصل الثعلب اللي ضربها قبل كده وهم صغيرين، وبيقول له جودي إنه بفضلها قدر يتخلص من العقدة اللي عنده، إنه كان بيشعر بذاته لما بيقلل من الناس اللي حواليه، لكن دلوقتي لقى نفسه أكتر في التعامل بلطف معاهم. والنجاح في شغله خلاه يثق في نفسه أكتر، وبيقدم ليها فطاير هدية. وبعدها بيوصل أطفال صغيرين ناحية المحصول، وبيبعدوهم بعيد عن الزهور اللي قدام المحصول، وبيقولوا لجودي إن الزهور دي بتبعد الحشرات، لكن لما الأطفال بتاكلها بتتوحش وبتعض بعض. وبتفهم وقتها جودي سبب توحش الحيوانات في المدينة، فبتجري بسرعة تاخد المفاتيح بتاعة العربية وبترجع للمدينة، وبتقابل الثعلب وبتطلب مساعدته إن هي توصل للحقيقة بعد ما عرفت إن في زهور سامة هي سبب في توحش الحيوانات المفترسة. وبتتأسف له على كل اللي قالته، لكن ما بيردش، فبتعتذر له تاني وبتعيط، فبيقبل اعتذارها وبيحضنها. وبيروحوا بسرعة للحرامي اللي قبضت عليه جودي في أول يوم ليها في الشرطة، وبتسأله ليه كانت معاها الزهور السامة وقتها وكان عايز يعمل بيها إيه، فبيقول لها إنه مش هيعترف بأي حاجة. فبتروح جودي لمستر بيج اللي بيساعدها وبيخوفه وبيهدده بالموت، فبيعترف إنه باع الزهور دي لخروف اسمه دوج، عرض عليه مبلغ كبير من المال مقابل الزهور دي، وبيحذرهم منه لأنه خروف عدواني. بتروح جودي ومعاها الثعلب في المكان اللي عايش فيه دوج، اللي بيطلع قطر قديم بيلاقوه عامل فيه معمل، وبيعمل حقل من الزهور السامة وبيحقن بيها الحيوانات. وبيقرروا ياخدوا دليل الإدانة وبيروحوا بيها على الشرطة بعد مطاردة دوج ليهم وتحطيمهم للقطر القديم. لكن بتتفاجئ جودي بوجود العمدة في المكان، وبتسألها عرفت ازاي بوجودهم، فبتطلب منها الخروف العمدة انها تاخد شنطة الأدلة، لكن جودي بترفض وبتقول لها انها هتودي الشنطة بنفسها، وبتجري منها بعيد. وبتطلب العمدة من رجالتها ان هم يطاردوا جودي وكمان الثعلب، وبتطلب جودي من الثعلب انه ياخد الشنطة بتاعتها بتاعة الأدلة ويروح بيها على القسم بسرعة. وهي هتواجه العمدة اللي بتقول لها تعيد تفكير مرة تانية، لأن المفترسين واكلين حقهم طول السنين ودلوقتي وقتهم علشان ياخدوا حقهم منهم. وبتقع جودي والثعلب في حفرة، وبترمي العمدة المادة السامة على الثعلب علشان يبقى مفترس وياكل جودي. وبتاخد العمدة شنطة الأدلة علشان تهرب بيها، وبتعترف إنها عملت كل ده عشان خاطر مصلحتها وإنها ورا كل اللي بيحصل. فبتسجل جودي للعمدة الاعتراف وبتقول لها إن المصل معاها وكل اللي معاها ده مجرد توت من المزرعة بتاعت أهلها، وإنها عرفت تضحك عليها علشان تعترف بالحقيقة. وبتوصل الشرطة وبيتم القبض على العمدة الجديدة وخروج العمدة القديم من السجن وتعيينه من جديد في المنصب بتاعه. وبينضم الثعلب للشرطة مع جودي اللي اترقت ورجعت المدينة جميلة بعد نجاح جودي في تغييرها للأحسن. بيبدأ الفيلم بنيك وجودي بعد ما كشفوا خطة العمدة بيلو وتم القبض عليهم، وبسبب اللي حصل ده بينضم نيك رسميا لشرطة زيتوبيا، وبيشكل مع جودي ثنائي مشهور جدا في المدينة. وبعد الأحداث دي بنشوف العمدة الجديد براين وهو بيحتفل بإنشاء حواجز الطقس الجديدة في زيتوبيا، واللي بتسمح لكل الحيوانات إنها تعيش في بيئتها الطبيعية، بمعنى إن كل فصيلة من الحيوانات بيمارسوا حياتهم وكأنهم في وطنهم الأصلي. أما نيك وجودي فبيستعدوا لمهمتهم اللي جاية، وفي نفس الوقت بيكون بوجو رئيس الشرطة في المدينة عامل اجتماع لكل أفراد الشرطة بيبلغهم عن موظف جمارك فاسد، وده بيكون متورط في تهريب بضائع غير قانونية. وبيدي بوجو المهمة دي لمجموعة من ضباط الشرطة اللي عندهم خبرة. لكن أثناء الاجتماع بوجو بيلاحظ إن نيك وجودي مش موجودين، وبنعرف إن نيك وجودي موجودين حاليا في المينا وبيتسللوا الموقع المهمة لوحدهم، وبيكونوا متنكرين في هيئة زوجين ومعاهم طفل. لكن وقتها سنودلي بيزعق لهم لأنهم دخلوا المنطقة المحظورة، لكن نيك بيمثل قدامه قصة مؤثرة عن زيارتهم للموقع في عيد ميلاد ابنهم، وبيقول إن ابنهم بيحب المينا جدا ومتعلق بكل حاجة فيها، وبيطلب منه التوقيع على رجل ابنه المكسورة. فبيتأثر سنودلي وبيعمل له اللي هو عايزه. وفي الوقت ده بتتحرك جودي بسرعة وبتفتح الحاوية اللي فيها البضايع المتهربة، لكن سنودلي بياخد باله من اللي بيحصل وبيعرف إنهم من الشرطة، فبيركب عربيته وبيهرب من المكان بسرعة. فبتسرق جودي عربية خنزير وبيركب معاها نيك وبيطاردوه. وفي الوقت ده أفراد الشرطة بينضموا للمطاردة وما بيكونش عاجبهم اللي نيك وجودي بيعملوه، لكن جودي بتتجاهل كلامهم وبتكمل في اللي هي بتعمله. وفي الوقت ده المدينة بتكون بتستعد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس المدينة، وبيظهر إن سنودلي بيتحرك ناحية مكان الاحتفال. فبسرعة ضباط الشرطة بيحطوا مسامير على الأرض علشان يعطلوا العربية، وساعتها سنودلي بيفقد السيطرة على العربية وبيخبط في يافطة كبيرة وبيفقد الوعي، وبتفضل العربية ماشية ناحية مواكب الاحتفال. فجودي بتتصرف بسرعة وبتزود سرعة العربية وبتنط في عربية سنودلي وبتوقف
بيوقفها قبل ما تخبط في الحيوانات، لكن الأمور بتخرج عن السيطرة وبتنزل العربية على تمثال لينكس أول مؤسس لحواجز المناخ في المدينة وبتدمره، وبعدها الشرطة بتقبض على سنودلي. وفي الوقت ده جودي بتلاحظ إن في حيوان زاحف بيهرب من عربية سنودلي بطريقة غريبة، ولما بتدور جوه العربية بتلاقي حتة من جلد الحيوان. وبعد اللي حصل بتكون جودي قاعدة مع نيك قدام مكتب بوجو رئيس الشرطة ومستنيين يقابلوه، ووقتها جودي بتتفرج على فيديو لواحد من صناع المحتوى وبيكون بيشرح إن السكان الأصليين لمدينة زيتوبيا هم الزواحف وخصوصا التعابين، لكن تم طردهم من المدينة من أكتر من 100 سنة، ومن وقتها الزواحف اتمنعوا من دخول المدينة بشكل نهائي. فبتفهم جودي إن سنودلي كان بيهرب الزواحف علشان يدخلوا المدينة ويرجعوا يعيشوا فيها. وبعدها نيك وجودي بيدخلوا يقابلوا بوجو وبيكون متعصب جدا، وده لأنهم خالفوا الأوامر، ده غير الفوضى اللي هم عملوها في المدينة. فبتقول له جودي إن هم قدروا يقبضوا على المجرم، وبتعرفه إن هي وصلت لحاجة مهمة، وبتحاول توري له جلد التعبان علشان تلفت نظره للي بيحصل. لكن بوجو بيرفض يسمع منها أي كلام، وبيقول لها إن هو بيحترمها وبيقدر مجهودها هي وزميلها نيك، لكن مش مقبول إن هي تروح في مهمة من غير إذن، خصوصا وإن الضباط الصغيرين معجبين بيها وبيعتبروها قدوة. فبيدخل نيك علشان يدافع عن نفسه وعن جودي، لكن بوجو بيقاطع كلامه وبيقول له إن هما الاتنين غلطوا وإن لازم يتعلموا إن هما يطيعوا الأوامر من غير مناقشة، وبيحذرهم من إنهم لو فشلوا في المهمة الجديدة هيتم فصلهم من الشرطة، وبيأمرهم يروحوا يحضروا جلسات علاج نفسي. والجلسة دي بتكون عبارة عن علاج للمشاكل اللي بيقابلها أي اتنين بيشتغلوا سوا في فريق واحد. وبيقول المعالج النفسي لجودي إن هي دايما بتاخد القرارات لوحدها من غير ما تشارك نيك معاها. وبعد انتهاء الجلسة نيك وجودي بيكونوا متضايقين، ووقتها جودي بتقول لنيك إن هم محتاجين يتكلموا مع بوجو ويوعدوه إن هم هينفذوا الأوامر، لكن نيك بيكون شايف إن التصرف الأفضل إن هم يلتزموا الهدوء ويتجنبوا أي حاجة ممكن تضايق بوجو تاني، ولازم يصلحوا وضعهم للأحسن وإلا هيخسر وظيفتهم في جهاز الشرطة. وبعد رحلة سكوت ما بينهم نيك بيسأل جودي لو هي شايفة فعلا إن هم فريق كويس، وبدون أي تردد جودي بتقوله طبعا هم كده، ولازم دلوقتي يثبتوا ده قدام الكل أكتر من أي وقت. وبتديله نسخة من كتاب عن العمل الجماعي، وبتقوله إن هي كمان معاها نسخة تانية من الكتاب ولازم الاتنين يذاكروا الكتاب ده كويس. وبعدها نيك بيروح أوضته وما بيكونش مهتم بالكتاب لدرجة وهو بيحطه تحت الترابيزة وبيقعد يتفرج على التلفزيون، وده على عكس جودي اللي أول ما بترجع أوضتها بتفتح الكتاب وبتذاكر فيه. وقتها بتشوف أخبار عن ظهور مذكرات لينكس مؤسس الحواجز المناخية في المدينة، وعلشان كده هتتعمل حفلة كبيرة في المدينة بالمناسبة دي، وهتتعرض المذكرات قدام كل سكان المدينة. وبتعرف جودي إن المذكرات دي كانت ضايعة من زمان، وده بعد ما تعبان هجم على بيت لينكس، وساعتها بتظهر ورا المذيعة عربية تبع شركة أعمال الصيانة، والعربية دي بتكون زي العربية اللي هرب بها سنودلي موظف الجمارك. فبتستغرب جودي من ظهور العربية دي جنب بيت عائلة لينكس، وبتقرر تبحث على الإنترنت علشان تعرف مين المسؤول عن تهريب الزواحف للمدينة. وبتشوف فيديو بيتكلم عن زواحف هجمت بيت عائلة لينكس، وده عشان تسرق المذكرات، وإن في قصة بتقول إن في تعبان موت سلحفة من اللي شغالين في البيت، وبعد الحادث مفيش أي تعبان اتشاف تاني في المدينة، لكن احتمال إن التعابين ترجع تاني للمدينة في يوم من الأيام. وبعد ما جودي بتعرف الأخبار دي بتتصل بنيك وبتعرفه باللي هي اكتشفته، وفي الأول ما بيهتمش بالموضوع، فبتروح لجودي وبتفهمه إن دي قضية مهمة جدا ولازم يشتغلوا عليها، وإن دي فرصة كويسة علشان يثبتوا نفسهم قدام زمايلهم في مركز الشرطة. فبيقتنع نيك بكلامها وبيروح معاها على الحفلة اللي بتتعمل في المدينة، وهناك بيلاقوا نفس العربية في موقف العربيات. فبتقرب جودي منها وبتلاحظ إن مفيش عليها جليد زي باقي العربيات، فبتخمن إن العربية دي كانت بتهرب زواحف زي عربية سنودلي. وبسرعة بتلبس هي ونيك ملابس السهرة وبيدخلوا الحفلة، وساعتها جودي بتوصل للمكان اللي موجود فيه مذكرات لينكس، وبتتفاجئ لما بتشوف إن غلاف المذكرات مصنوع من المعدن. وفي اللحظة دي نيك بيحذرها لأن بوجو جاي ناحيتها، فبتبعد جودي عن المكان بسرعة وبتخبط في بوبريت حفيدة عائلة لينكس، والاتنين بينسجموا سوا وبيهزروا وبيضحكوا سوا. لكن فجأة بيجي كات وكات اخوات بوبريت وبيطلبوا منه يخرج بره الحفلة، والغريب إن بوبريت بيسمع كلامهم وبيمشي، وده في نفس الوقت اللي أبوهم ميلتون بيستعد فيه علشان يفتتح الحفلة. وفي اللحظة دي نيك بيلاقي آثار جلد تعبان على الأرض، ولما بيمشي ورا الآثار دي بيكتشف إن في حيوان واقف على النجفة وبيستعد إن هو يوقعها على ميلتون. فبيحاول إن هو ينبه جودي لكنه بيخبط في بوجو بالغلط، وأول ما بوجو بيشوفه بيمسكوا علشان يطلعوا بره الحفلة، فبيخبط نيك كشاف الإضاءة وبيوجهه على النجفة، وهنا الحيوان اللي عليها بيتوتر وبيقع على المسرح، ووقتها بيكشف عن هويته وبيكون عبارة عن تعبان كبير اسمه جاري. وفي اللحظة دي بتحصل فوضى
فوضى كبيرة في الحفلة، فبيستغل جاري الفرصة وبيخطف ميلتون وبيسرق المذكرات وبيحاول يهرب، فبتجري وراه جودي بكل سرعتها. ووقتها جاري بيجبر ميلتون إن هو يفتح الخزنة اللي فيها المذكرات، وقبل ما بياخد المذكرات ويهرب بتدخل عليهم جودي، فبيقول لها جاري إن هو مش مؤذي وإن عائلة لينكس هم الأشرار وهم اللي أذوه هو وعيلته، وكمان بيقول إن المذكرات دي فيها الحقيقة اللي هو محتاجها علشان يرجع عيلته للمدينة تاني. فبتتأثر جودي من كلامه وبيبان إن هي متعاطفة معاه، لكن قبل ما ترد عليه بيجي نيك وبيضرب جاري على دماغه وبيغمى عليه. وفي نفس اللحظة دي كات وكاتي بيوصلوا يطمنوا على أبوهم وبيعرفوا إن الشرطة جاية وراهم. وهنا ميلتون بيمسك المذكرات في إيده وبيتكلم مع نيك وجودي بلهجة مخيفة وبيأمرهم يقتلوا جاري ويكتبوا في التقرير بتاعهم إن جاري اعتدى عليهم وهم مضطرين يقتلوه. لكن جودي بتحس إن في حاجة غلط، فبتتحرك بسرعة وبتولع نار علشان تشتت انتباه ميلتون وأولاده. ووقتها بيفوق جاري وبيكون خايف جدا، ومن شدة خوفه بيعض بوجه بالغلط. وهنا جودي ونيك بيرموا جاري من الشباك قبل ما باقي الشرطة يوصلوا، وساعتها بيظهر حيوان مقنع راكب موتوسيكل وبياخد جاري وبيمشي. أما نيك وجودي فبيواجهوا اتهامات بإنهم ساعدوا جاري على الهروب، لكن جودي ما بتهتمش بالكلام وبتاخد مذكرات لينكس وبتهرب هي ونيك. ووقتها بيخبطوا في عربية مستر بيج، فبيؤمر الدببة إن هم يحطوهم في شنطة العربية وبياخدهم ويمشي. وبعدها الأخبار بتنتشر إن نيك وجودي ساعدوا التعبان على الهروب، وده بيخليهم مطلوبين للعدالة، خصوصا بعد ما يتم الإعلان عن إصابة رئيس الشرطة بإصابة خطيرة بسببهم. وفي نفس الوقت ميلتون بيضغط على العمدة براين وبيأمره إن هو يلاقي المذكرات ويقبض على نيك وجودي في أقرب وقت، وبيهدده إن هو لو فشل في المهمة دي هيعين عمدة غيره للمدينة. فبيسمع براين كلامه وبيقود بنفسه حملة كبيرة من الشرطة لمطاردة نيك وجودي. وفي الوقت ده نيك وجودي بيكونوا واقفين قدام مستر بيج وبنته فوفو، وبنعرف إن مستر بيج وبنته قرروا يساعدوا نيك وجودي علشان يهربوا من المدينة، وبيديهم هويات جديدة وعربيات علشان يهربوا بيها. لكن جودي بترفض وبتصمم إن هي تكشف حقيقة ميلتون وأولاده، فبيحذرها مستر بيج وبيوصفهم بالقتلة. لكن جودي بترد بكل ثقة وبتقول لهم إن هم لازم يحموا مدينة زوتوبيا ولازم يحموها من الأشرار. وبتسأل مستر بيج لو يعرف حاجة عن قصة عائلة لينكس مع الزواحف، فبترد عليها فوفو وبتقول لها إن في صانع محتوى اسمه نيبلز ممكن يساعدهم ويدلهم لأنه عنده خبرة كبيرة عن الزواحف، وبتديهم الكارت بتاعه علشان يتواصلوا معاه. فبتشكرهم جودي على مساعدتهم، وبتاخد نيك وبيروحوا يقابلوا نيبلز واللي بيقول لهم إن محدش هيفيدهم في الموضوع ده غير السحالي، وبياخدهم وبيروح على سوق المستنقع اللي موجود على أطراف مدينة زوتوبيا. وهناك نيبلز بيقول لهم إن الزواحف بتعيش في المكان ده بعد ما تم طردهم من مدينة زوتوبيا. وبعدها نيبلز بيستدعي أسد البحر اللي اسمه بوب واللي بينقل الحيوانات للسفينة المهجورة. ولما بيوصلوا بيمشوا في ممر مخيف جوه السفينة لحد ما بيوصلوا لمكان زعيم السحالي اللي اسمه جي. وقبل ما يدخلوا بيحذرهم نيبلز إن لو جي عرض عليهم أكل لازم يقبلوه، لأنهم لو رفضوا الأكل جي هيعتبرها إهانة كبيرة. وبعد التحذير نيبلز بيخبط على الباب، وأول ما الباب بيفتح بيشوفوا قدامهم مجتمع سري للزواحف. وأخيرا بيوصلوا لجي اللي بيستقبلهم بكل احترام، وقبل ما يتكلم معاهم بيقدم لهم طبق مليان ديدان وبيقول لهم إن هم لازم ياكلوا لو عايزين الكلام يستمر ما بينهم. فهنا نيك وجودي بيكونوا مضطرين ياكلوا علشان يقدروا يوصلوا للحقيقة. وبعدها جودي بتدي المذكرات لجي وبتسأله عنها، فبيقول لها جي إن غلاف المذكرات مصنوع من المعدن، وده معناه إن في حاجة مكتوبة تحت الغلاف، وبيعرفها إن التعابين هم اللي بيقدروا يشوفوا الكلام اللي مكتوب تحت المعدن. وبيكمل جي كلامه وبيقول إن المذكرات أكيد فيها حاجة مهمة بدليل إن في سلحفة ماتت وهي بتحاول تحميها. وبيقول إن سبب موت السلحفة إن الزواحف اتعرضت لحملة كبيرة من الكراهية والظلم على مدار أجيال، وإن لسه عائلة لينكس مكملين في ظلمهم ليهم، وده لأنهم ناويين يدمروا المستنقع بالكامل علشان يعملوا توسعات في المدينة. وكل ده عبارة عن حجة علشان يتخلصوا من الزواحف اللي باقية، ولو المذكرات دي رجعت ليهم محدش هيقدر يوقفهم. وفجأة الشرطة بتقتحم المكان والزواحف بتطلع تجري وبتهرب. وقبل ما جي بيهرب بيفكر إن جودي هي اللي أنقذت المدينة قبل كده وتقدر تعمل كده تاني. وفي اللحظة دي بيظهر جاري وبيخطف المذكرات من جودي وبيهرب. فبسرعة نيك وجودي بيروحوا وراه وبتحصل بينهم مطاردة جوه مواسير المية لحد ما جودي بتكون خلاص هتغرق، لكن نيك بيقدر يسحبها في الوقت المناسب من مخرج جانبي. وبعدها جودي بتلاحظ إن شنطة جاري وقعت منه، ولما بتفتحها بتلاقي جواها رسمة لبيت صغير وحواليه ورد. وهنا بيظهر قدامهم 2 من المعيز، فبتسألهم جودي عن البيت اللي في الرسمة، فبيعرفوها إن البيت ده موجود على قمة الجبل. ومن غير ما يضيعوا وقت نيك وجودي بيتسلقوا الجبل لحد ما بيوصلوا البيت، وهناك جودي بتلاقي ملفات وخرائط قديمة ليها علاقة باللي حصل مع الزواحف من مئات السنين. وبتعرف
إن مدينة زوتوبيا في الأصل كانت فكرة الزواحف، وهو ده السر الكبير اللي عائلة لينكس بتحاول تخبيه. ده غير إن عائلة لينكس طول عمرها بتطرد الحيوانات من بيوتها علشان ياخدوا أرضهم، وبكده قدروا يبقوا أغنياء جدا وعملوا إمبراطورية كبيرة. وقتها نيك بيقترح على جودي إنهم يمشوا ويسيبوا القضية الخطيرة دي، لكن جودي بتصمم إنهم لازم يكشفوا الحقيقة. وفجأة بيحصل لهم هجوم من الشرطة، وبسبب الهجوم ده البيت بيتدمر، ونيك وجودي بيفترقوا عن بعض، وبتكون جودي خلاص هتقع من فوق الجبل. لكن بوبريت وجاري بيظهروا في آخر لحظة وينقذوها، وبنعرف هنا إن بوبريت هو اللي ساعد جاري لما هرب من الحفلة. وفي اللحظة دي جودي بتضطر تختار ما بين مساعدة نيك أو إنها تعرف الحقيقة، لكن الشرطة بتضرب سهام مخدرة على جودي وبتكون خلاص بتفقد الوعي. لكن بوبريت وجاري بياخدوها وبيهربوا بسرعة، وساعتها بيتم القبض على نيك. وبعدها العمدة براين بيستجوب نيك وبيسألوا عن مكان جودي، لكن نيك ما بيردش عليه وبيسخر منه. وبعدها بيجي ميلتون وبيقول لنيك إن هو وزميلته غلطوا لما وقفوا قصاده، وبيعلن عن بدء التوسعات اللي هتتم في المستنقع، وبيأمر كمان بطرد الزواحف. وبعدها بيأمر بنقل نيك للسجن فورا. وفي الوقت ده كاتي بيدي ميلتون شنطة فيها خصلات فرو من الشخص اللي ساعد جودي، ووقتها ميلتون بيعرف إن الفرو ده من جسم بوبريت. وبنرجع لجودي اللي بتفوق وبتلاقي نفسها راكبة الموتوسيكل مع جاري وبوبريت، ولما بتعرف منهم إن الشرطة قبضت على نيك بتزعل وبتحس بالندم، لكن جاري وبوبريت بيوعدوها إنهم هيساعدوها علشان ينقذوه من الشرطة. وبعدها بوبريت بياخدهم لمخبأ سري في الصحراء، وهناك جاري بيقول لجودي إن بوبريت هو اللي ساعده علشان يوصل للمدينة، وده بعد ما شاف الرسالة اللي هو بعتها لعيلته، وكان بيطلب فيها إنهم يسمحوا له يرجع للمدينة تاني. وبيظهر إن بوبريت مختلف عن عيلته ومش موافق على اللي هما بيعملوه مع الزواحف. وبعدها جاري بيستخدم رؤيته الحرارية وبيكشف السر الموجود في المذكرات، وبتتفاجئ جودي لما بتعرف إن المذكرات دي مش مذكرات لينكس، لكنها مذكرات جدة جاري اللي اسمها أجناس. وبنعرف إن أجناس هي المؤسسة الحقيقية لمدينة زوتوبيا، وهي اللي اخترعت فكرة حواجز المناخ علشان الحيوانات كلهم يعيشوا سوا في المدينة. لكن أجناس كانت محتاجة لحد علشان يمول المشروع، فراحت للينكس وعرضت عليه الفكرة، لكن لينكس شاف الموضوع من ناحية تانية كمستثمر، وقدر إن هو يكسب فلوس كتير من ورا الفكرة دي، فقرر يسرق المذكرات ويخليها لنفسه، وقطع ورقة براءة الاختراع الأصلية من المذكرات وحط واحدة تانية غيرها، وطبعا التانية دي عليها اسمه هو. وعلشان يخبي الجريمة بتاعته قتل السلحفة مديرة البيت ولفق التهمة لأجنس. ومن اللحظة دي الزواحف ما بقاش مرحب بيهم في زوتوبيا، ومع الوقت جيل الزواحف القديم اتدفن تحت الجليد. وبعدها لينكس مات وهو مقتنع ان محدش هيكتشف الحقيقة، لكن لينكس كان غلطان ان السلحفة شافته وهو بيقطع ورقة براءة الاختراع من المذكرات ولحقت الورقة قبل ما تتحرق في النار. وبعدها أجنس أخدت براءة الاختراع الأصلية من السلحفة قبل ما تموت وقدرت تخبيها في بيتها. ولو جاري قدر يلاقي البيت ده هيلاقي براءة الاختراع هناك، وبيتضح ان البيت اللي بيدوروا عليه موجود في أرض من أملاك عائلة لينكس. وفي الوقت ده عائلة لينكس بيتبعوا تليفون بوبريت وبيعرفوا مكانه، أما نيك بيكون قاعد في الزنزانة وهو حزين، وبيتفاجئ ان نيبلز مسجون في الزنزانة اللي قدامه، وبيقدر نيبلز يعمل مفتاح من الخشب وبيفتح بيه باب زنزانته وباب زنزانة نيك. وساعتها بيسمعوا صوت 2 من الشرطة وبيقولوا انهم عرفوا مكان جودي ورايحين يقبضوا عليها بسرعة. نيك ونيبلز بيهربوا من السجن علشان يساعدوها، لكن نيك بيفتح كل الزنازين بالغلط وكل المساجين بيهربوا من السجن بما فيهم بيلو. وبعدها بيستعين نيك بأسرع حيوان بيسوق عربيات في زوتوبيا واللي بيكون اسمه فلاش، وبيركب نيك ونيبلز مع فلاش وبينطلق بيهم بسرعة رهيبة. وفي الوقت ده جودي بتكمل في طريقها مع بوبريت علشان يوصلوا لبيت أجناس، لكن بيتفاجئوا إن الشرطة بتطاردهم، وفي نفس الوقت ده النمر بنجامين بيساعد نيك ونيبلز علشان يحدد مكان جودي بالظبط. وبنرجع لجودي تاني وبنشوف ضباط الشرطة وهم بيضربوا عليهم سهام مخدرة علشان يعطلوهم، لكن فلاش بيوصل بالعربية في الوقت المناسب والسهم بيجي في العربية. ووقتها جودي واللي معاها بيدخلوا جوه المبنى الأرصاد الجوية وبيروحوا بسرعة على غرفة التحكم علشان يشغلوا الكهرباء في حي الزواحف القديم ويقدروا يوصلوا لبيت أجنس. وساعتها بيشوفوا نيك ونيبلز وهم بيدوروا على جودي جوه المبنى، وفجأة بوبريت بيحقن جودي بجرعة من سم التعابين ويشل حركتها، وفي نفس الوقت بيرمي جاري في الجليد علشان يفقد قوته، وبيقول لهم ان هو عمل كده علشان يوصل لبراءة الاختراع، وبكده هيثبت لعيلته ان هو مفيد ليهم وان هو مش تافه وملوش لازمة زي ما هم شايفينه. وبعد ما بوبريت بيخلص كلامه بيروح لنيبلز وبيحقنه بجرعة من السم، وبعدها بيدور على نيك لحد ما بيلاقيه وبيهجم عليه علشان يحقنه بالسم هو كمان. وفي الوقت ده جاري بينادي على نيك وبيقول له ان الشنطة اللي مع بوبريت فيها مصل مضاد للسم، وبيعرفه ان هو لازم ياخد منه المصل بأي طريقة لان جودي اتحقنت بالسم وعلى وشك الموت. والكلام ده بيخلي نيك يستجمع كل قوته وبيتخانق
بيتخانق مع بوبريت، وأثناء القتال الجليد تحت رجليهم بيبدأ يتشقق والمصل بيتزحلق ناحية حافة الجبل. ووقتها بوبريت بيحاول يمنع نيك من إنه يروح يجيب المصل، وبيقوله إن الجليد ممكن ينهار في أي لحظة، وبيقوله كمان إن جودي ما تستحقش إن هو يخاطر بحياته عشانها. لكن نيك بيتجاهل كلامه وبيجري ناحية المصل وبيمسكه وبيحدفه الجاري، فبياخد جاري المصل وبيحقن بيه جودي وبينقذ حياتها، وبتجري بسرعة ناحية نيك وبتلحقه في آخر لحظة قبل ما يقع من فوق الجبل، فبيشكرها نيك علشان أنقذت حياته. وبعدها بينضم لجاري ونيبل، وبنعرف إن جاري قدر يحقنه بالمصل وينقذ حياته هو كمان. وقتها كلهم بيشوفوا بوبريت وهو بيهرب من المكان وبيجري علشان يستخبى، لكن بيلاقي أبوه وإخواته مستنيينه. وساعتها ميلتون بيتخانق مع بوبريت وبيتهمه بالخيانة، فبيفهمه إنه كان مخلص طول الوقت للعيلة، وإنه كان بيمثل إنه بيساعد جاري علشان يقدر يدمر براءة الاختراع. ولما ميلتون بيسمع الكلام بيسامحه وبيقوله إنه هو فخور بيه هو كمان، وفي نفس الوقت بينبه على براين إنه ما يجيبش السيرة قدام حد نهائي باللي هو سمعه. وفجأة بتقتحم جودي وزملائها المكان، وهنا ميلتون بيطلب من بوبريت إنه يروح يحرق بيت أجنيس بسرعة، فبيقف جاري ونيبلز قدام عائلة لينكس. أما نيك وجودي فبيروح ورا بوبريت بسرعة. وفي الوقت ده نيبلز بيواجه العمدة براين وبيقول إن البطولة مش معناها الظهور في التلفزيون، لكن معناها إنه يمتلك الشجاعة علشان يحقق العدالة في المدينة. ووقتها براين بيتأثر بكلامه وبيهجم على ميلتون وولاده وبيضربهم وبيسيطر عليهم. وفي الوقت ده نيك وجودي بيقدروا يحاصروا بوبريت، لكن بوبريت بيوقعهم على الجليد وبيكون على وشك إنه يموتهم، لولا إن جاري بيوصل في الوقت المناسب وبيمسك بوبريت وبيضربه ضربة قوية يوقعه على الأرض. وبعدها جودي بتربط بوبريت بالحبل وبيسيبوه بيروحوا على حي الزواحف، وهناك جاري بيدخل على بيت جدته وبيلاقي فيه براءة الاختراع، لكن بيجي بوبريت وبيولع في البيت علشان يدمر براءة الاختراع. لكن في 2 من الضباط بيجوا وراه وبيضربوه على دماغه وبيغمى عليه. وبعدها نشرات الأخبار كانت بتتكلم عن اللي حصل، وبيقولوا إنه نيك وجودي ومعاهم جاري ونيبلز وصلوا لاكتشاف عظيم عن مؤسس مدينة زوتوبيا، غير إنهم كشفوا حقيقة عائلة لينكس وتم القبض عليهم كلهم، وبيتم تكريم نيك وجودي في حفلة رسمية. وبعد الأحداث دي بترجع الزواحف تعيش في مدينة زوتوبيا بشكل طبيعي مع باقي الحيوانات، وبيظهر جاري وهو بيتجمع مع عيلته من تاني، وكلهم بيحضنوا جودي وبيشكروها. أما نيك وجودي فبيدوروا على المساجين اللي هربوا من السجن، وأول واحدة بيروح وراها هي بالو. وبكده بينتهي الفيلم بتاعنا. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على القناة وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت واللي جاية كمان. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. سلام.